تعرف إن 95% من الكون متكون من مادة وطاقة منعرفش عنهم حاجة؟ المادة المظلمة والطاقة المظلمة من أكتر الألغاز المعقدة في فهم الكون، لأن المواد دي مش بتتشاف بس نقدر نشوف تأثيرها على الكون. لازم تعرف إن الكون بيتكون من 5% من المواد اللي احنا نعرفها، و27% من المادة المظلمة، و68% من الطاقة المظلمة. في ناس كتير ما بتعرفش تفرق ما بين المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وعشان تعرف الفرق ما بينهم لازم تعرف يعني ايه جاذبية. الجاذبية هو ان في جسم في الكون عنده كتلة كبيرة بيقدر انه يعمل انحناء في نسيج الزمكان، فبيقدر انه يجذب كل الاجسام القريبة ناحيته زي الشمس والكواكب كده. بس انت ممكن تسأل وتقول ان مسير الكواكب دي سرعتها تقل وتبتدي الشمس في انها تبتلع الكواكب. الكلام ده صح، بس في المجموعة الشمسية الشمس بتلف حوالين المجرة برضه، وبكده الشمس والكواكب محافظين على توازن القوة اللي ما بينهم، وده اللي بيحقق قانون الجذب، هو ان الجاذبية والسرعة بيتناسبوا عكسيا مع بعض. يعني لو السرعة زادت الجاذبية تقل، ولو السرعة قلت الجاذبية بتزيد. وهتلاحظ الكلام ده هو ان الفرق ما بين سرعة اقرب كوكب للشمس وهو عطارد وابعد كوكب للشمس اللي هو نبتون. وهتلاحظ سرعة دوران كوكب عطارد اسرع بكتير من سرعة نبتون. طب هو ازاي العلماء اكتشفوا المادة المظلمة؟ زمان كان في عالم اسمه جاكوبوس كابتيان، كان بيدرس حركة المجرات الحلزونية اللي موجودة في الكون. لاحظ ان في مجرة فيها عدد كبير جدا من النجوم بتلف حوالين نفسها بسرعة جدا، وبحسب قانون الجذب المفروض النجوم اللي موجودة في المجرة دي تخرج من بره المجرة أصلا. جاكوبوس قال إن ممكن تكون حساباته كلها غلط، وبعد فترة جه علماء من بعده حاولوا يحسبوها، بس في الآخر طلعت نفس النتيجة اللي كان حاسبها جاكوبوس. العلماء افترضوا إن في مادة هي اللي ماسكة جاذبية المجرات دي بس إحنا اللي مش بنشوفها، وبعد كده سموها المادة المظلمة. بس ساعتها كان في علماء مش مقتنعين بوجودها، ودي كانت الملاحظة الأولى في اكتشاف المادة المظلمة. الملاحظة التانية هو إن كان في علماء كانوا بيراقبوا المجرات البعيدة جدا عن الأرض، بس اللي حصل وهما بيراقبوا مجرة من المجرات لقوا إن شكلها متكرر في حتة تانية خالص من الكون. ساعتها العلماء استغربوا جدا. العلماء افترضوا إن في قوة جاذبة هي اللي بتغير اتجاه ضوء المجرة اللي احنا بنشوفها، ولما رجعوا عشان يشوفوا إيه هي الحاجة اللي أثرت على ضوء المجرة دي ملاقوش حاجة، وساعتها أدركوا نظرية وجود المادة المظلمة دي في الكون، ودي كانت الطريقة اللي أثبتوا فيها وجود المادة المظلمة. طب هو إزاي اكتشفوا الطاقة المظلمة؟ زمان العلماء كان بيقيسوا المسافة بيننا وما بين نجم في الكون. اللي حصل هو إنهم عرفوا المسافة ما بين الأرض وما بين النجم ده. بعدها بفترة قصيرة العلماء لقوا إن النجم ده بعيد عنهم مسافة كبيرة جدا، وده نفس الكلام اللي بيحصل مع كل شيء موجود في الكون زي النجوم والمجرات، وده اللي بيثبت إن الكون بيتوسع. ومعنى الكلام ده هو إن الكون كان زمان كان حجمه صغير جدا وانفجر، وده اللي بيثبت نظرية الانفجار العظيم. وبعدها بفترة العلماء بيكتشفوا إن الكون بيتوسع بشكل متضاعف وملهوش نسبة ثابتة في التوسع، ومقارنة لحجم جاذبية الأجسام اللي موجودة في الكون فالعلماء لقوا إن في طاقة هي اللي بتخلي الكون بيزيد في توسعه. ببساطة هو إن سرعة التوسع ضد الجاذبية، ولو إن الطاقة دي خلصت من الكون معناها إن كل شيء في الكون هيجذب بعضه والكون يرجع زي ما كان في الانفجار العظيم. النظرية دي هي نظرية الانسحاق. في علماء افترضوا إن مفيش طاقة مظلمة، وقالوا إن الكون ذات نفسه متفاوت في التوقيت الزمني، ومعنى الكلام ده هو إن الكون اللي احنا بنشوفه ده هو الكون بس بشكله القديم. يعني النجوم اللي احنا بنشوفها دي ممكن تكون انفجرت من 5000 سنة بس احنا اللي مش شايفينها، وإن في فرق زمني ما بين مكان لمكان في نفس الكون، وكل ما يمر الوقت نكتشف إن احنا ما كناش فاهمين الكون كويس. فسبحان الله فيما خلق وأبدع. وأتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه.